تفتكروا بقى مين فيهم بيعمل فرايد تشيكن احلى؟ بازوكا ولا هارت اتاك؟ السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف. يا جماعه حلقه النهارده بقى دي الحسم الجدل عن اكبر براندين مصريين بيعملوا فرايد تشيكن في مصر، اللي كتير قوي من الناس بيقول عليهم دول اجمد فرايد تشيكن، وفعلا تلاقي عندهم زحمه وطوابير كتيره قوي، وكتير قوي برده من الناس بيقول عليهم دول اوحش فراخ، واللي يقول لك فيهم دي زفره او ما فيهاش تتبيله الخ الخ. فانا بقى جاي النهارده مخصوص عشان اعرف مين فيهم صح. طلبت بقى نفس الوجبه من المطعمين، عباره عن قطعتين فراخ كريسبي وقطعتين ستريبس ومعاهم كول سلو بطاطس ومشروب بيبسي يعني. وعلشان التقييم بقى يكون شامل، فتقييم النهارده هيكون بالنقط، نقطه للباكجينج او التغليف، ونقطه لكل ايتم في الوجبه، معانا طبعا الفراخ والستريبس هتبقى بثلاث نقط، نقطه للحجم ونقطتين للطعم والتتبيله. وكفايه كلام لحد كده، يلا بينا نبدا على طول. وصل بقى اخيرا الاكل. سعر الوجبه دي بقى عند بازوكا ب 160 جنيه، اما بقى هارت اتاك فسعر الوجبه دي عنده عامله 150 جنيه، يعني يعتبر في رينج الاسعار اللي في السوق، يعتبر حلو شغال مش وحش. بس معظم المطاعم يعني بتكون حاطه مع الوجبه دي رز، هم هنا الاثنين ما فيهمش رز. نشوف بقى كده نقطه تحت الباكجينج. نبدا الاول ببازوكا، جايب بقى كده كيس ايه مقفول فيه واحده بيبسي 400 مللي وكب فيه كول سلو. اما بقى ايه الكيسه الكبيره دي جايب فيها عيش واتنين كاتشب هاينز وكفر وبوكس كده، ده بقى اكيد اللي فيه الفراخ يعني، ده كده البوكس اللي هو جواه الفراخ والبطاطس. فبازوكا كده الى حد ما تمام. تعال نشوف بقى هارت اتاك. جايب بقى كيسه واحده كده كبيره هنا، صراحه قالب العلب جوه قلبه غريبه يعني. جايب جلافز كده وشوك ومناديل، كل حاجه بره لوحديها يعني، مش في كيسه زي بتاع بازوكا. واتنين كاتشب ماركه هارت اتاك شكلهم خفاف قوي، وبرده عيش في كيسه، بوكسين بس فيهم بوكس يعني خلاص بصوا هيتفتح خالص من تحت. اول بوكس ده كده اللي فيه قطعتين الكريسبي، وتاني بوكس كده اللي فيه قطعتين الستريبس، وبرده الكب بتاع الكول سلو. فانا شايف كده في نقطه الباكجينج الحقيقه لا، بازوكا يعتبر احسن بكتير كمان. فكده بازوكا هياخد واحد في الباكجينج وهارت اتاك هياخد صفر. نمسك بقى كده ايتم من الوجبات دي ونقارنهم ببعض، يلا بينا. هنبدا بقى اول حاجه كده بالبطاطس. نبدا ببازوكا، طعمها يعني عادي خالص، بطاطس المطاعم العاديه، رشه ملح خفيفه جدا جدا شغاله. شوف بقى بتاعت هارت اتاك، هنا الحقيقه حجمها اكبر بكتير، عليها بقى بهارات كده الحقيقه حلوه قوي، دي احلى بكتير جدا الحقيقه. يبقى كده في البطاطس كحجم وكطعم هارت اتاك يكسب، فكده هارت اتاك هياخد واحد وبازوكا هياخد صفر. نروح بقى للي بعده. ايه ده، هو مفيش غير بيبسي واحده ازاي؟ مفيش الا بيبسي واحده. بصوا يا جماعه، هو كده مفيش غير ازازه بيبسي واحده اللي هي غالبا بتاعه بازوكا، انا متاكد بتاعه بازوكا كان كيس كده كان معاه بيبسي والكول سلو، فكده هارت اتاك ما جابش البيبسي اللي المفروض يجيبه اصلا. هي الحقيقه كانت تجربه هارت اتاك الحقيقه في الدليفري كمان كانت سيئه جدا، اتاخر، ولولا ان انا كنت شايل النقطه بتاعه التوصيل كنت خليت بازوكا هو اللي ياخدها. فكده يعني في مقارنه مش موجوده يعني، فاكيد دي هتبقى احسن من ما فيش. فده كده كبازوكا هياخد واحد وهارت اتاك طبعا هياخد صفر. نروح بقى للي بعده، الكول سلو. طبعا انا بالنسبه لي فرايد تشيكن لازم يكون معاه كول سلو، ما فيهاش كلام يعني. نبدا ببازوكا، شكلها الحقيقه كده مليانه صوصز بقى وجوسي كده وحلو قوي. دوق كده، حلو قوي، طعمها حلو قوي الحقيقه، مسكره كده والصوص بتاعها كده حلو جدا. الكرنب كمان المعمول بيه الحقيقه شكله فريش قوي. فبازوكا كده لغايه دلوقتي تمام. شوف بقى هارت اتاك، هنا كده تقطيعه الخضار كده شكلها اصغر شويه، بس تحس ان الصوص فيها قليل قوي. ناخد كده حته كده تبقى ايه شامله كله. ندوق كده نقول بسم الله. طعم قريب قوي من بعض، قريبين جدا. بص هو طعم الاثنين الحقيقه حلوين مش وحشين يعني، مفيش واحد فيهم سيء وواحد فيهم حلو، بس انا اللي عجبني اكتر الحقيقه ان الصوص بتاعه طعمه فيه احلى ومركز اكتر، وتحس ان انت بتاكل سلطه كده حاجه حلوه مع الاكل بتاع بازوكا. فبازوكا كده هياخد واحد وهارت اتاك هياخد صفر، رغم ان هو مش وحش حلو. نروح بقى اللي بعده، العيش. بصوا مش هفوت حاجه مش هقارنها، ده كده بتاع بازوكا مكتوب عليه كده صنع خصيصا لمطاعم بازوكا يعني شغال حلو مش وحش. شوف بتاع هارت اتاك، لا ده اقل بكتير، رغم ان الاثنين يعتبروا انتاج النهارده، بس لا فرق الكواليتي الحقيقه هنا باين قوي. ان بتاع بازوكا يعتبر احسن شويه، هنا تحسوا ان هو من تحت كده ناشف ومحجر. والله العظيم انا كنت مصور حلقه البيك العيش اللي جاي من هناك بايت، كان طعمه احلى من دول. كده احنا خلصنا كل الايتمات اللي موجوده في الوجبه. تعالوا بقى نخش بقى على المكون الرئيسي ويلا بينا. نبدا بقى كده اول حاجه بقطع الفراخ. نبدا بالحجم الاول، ده كده بازوكا وده كده هارت اتاك يعني شغالين، يعتبر هنا اتقل سنه صغيره، ده كده برضو هارت اتاك وده كده بازوكا، هنا الحقيقه اتقل برضو بكتير. فكده نقطه الحجم للفراخ هتروح لهارت اتاك، كده هارت اتاك هياخد واحد وبازوكا هياخد صفر. نروح بقى ايه للفيصل والطعم. نبدا بقى كده اول حاجه بقطعه الصدر بتاعه هارت اتاك. دوق كده نقول بسم الله. طعمها حلو الحقيقه، التتبيله بتاعت الفراخ الحقيقه طعمها حلوه جدا، والتتبيله على البريدنج برده حلوه مش وحشه قوي يعني، في تتبيله الحقيقه انا حاسسها هنا مميزه قوي. كمان الفراخ من جوه كده الحقيقه شكلها بيضه ونضيفه. فبازوكا لغايه دلوقتي تمام. شوف بقى هارت اتاك، دوق كده نقول بسم الله.
تمام. بصوا هي طعمها برده الحقيقه حلو مش وحش، قرمشاتها يمكن تكون اعلى سنه بسيطه قوي من بازوكا، وكمان الفراخ من جوه الحقيقه برده كده بيضه ونضيفه، ولكن التتبيله هنا الحقيقه لا على البريدنج بس، من جوه لا، طعم الفراخ الحقيقه مش واصل له تتبيله حلوه زي اللي كانت واصله لي من بازوكا، كمان تحسوا كده بريدنج فاصل شويه كده عن الفراخ، فالفراخ كده من جوه من هنا لا مش واصل لها تتبيله قوي يعني. بلس بقى ان التتبيله اللي على البريدنج كمان هنا لا بتاعت بازوكا الحقيقه كانت عجباني اكتر. دوق كده الدبوس عشان يبقى ايه حسمنا الموضوع ده. نبدا ببازوكا. التتبيله برده هنا الحقيقه برده حلوه جدا وواصله لحد جوه، تمام كبازوكا كده كتتبيله لغايه دلوقتي الحقيقه لا حلوه قوي، رغم ان انا طالبها الحقيقه اوريجينال بس فيها عارف انت لمسه خفيفه كده قوي من السبايسي، حلوه قوي يعني، هي مش حاميه مش حراقه بس فيها لمسه كده الحقيقه حلوه. شوف بتاعت هارت اتاك سبحان الله حلوه قوي برده، وهنا التتبيله الحقيقه واصله لحد جوه وتحسها مختلفه شويه عن الموجوده في الصدر، هنا التتبيله اقوى بكتير حتى اللي في البريدنج، فقطع الدبوس كده الحقيقه فبتاعه هارت اتاك احسن من بازوكا في الدبوس، لكن عشان انا الحقيقه بحب الصدر اكتر وبحس ان هي دي القيمه يعني الاكبر، فبازوكا كده هياخد هنا النقطتين بتوع الطعم والتتبيله، فبازوكا كده هياخد 2 وهارت اتاك هياخد 0. خش بقى على اخر حاجه الستريبس. دول كده شكل الحقيقه بتوع بازوكا، يعني قطعه صغيره وقطعه كبيره شويه، اما دول بقى بتوع هارت اتاك يعني شكلهم الحقيقه صغيرين عن بتوع بازوكا، فرق مش كبير قوي يعني، بس لا بازوكا الحقيقه هنا في الحجم يعتبر اكبر شويه، فكده نقطه الحجم بتاعه الستريبس هتروح لبازوكا، فكده بازوكا هياخد 1 وهارت اتاك هياخد 0. شوف بقى الطعم، ناخد الكبيره من هنا والكبيره من هنا. نبدا كده اول حاجه بتاعه بازوكا، نقول بسم الله. التتبيله بتاعتهم الحقيقه حلوه قوي، طبعا حلو قوي برده، فراخ كده برده تعتبر نضيفه كده من جوه، التتبيله واصله لحد جوه جدا حلو قوي، فتمام. نشوف بقى بتاعت هارت اتاك، ندوق كده ونقول بسم الله. طبعا حلو برده شغال مش وحش يعني، ما هي سيئه بس لا كطعم الحقيقه وكتتبيله لا التتبيله هنا اقوى بكتير قوي من دي. انا دي مش وحشه يعني، مش هقول لك ان هي سيئه وبتاع، حلوه شغاله، بس هنا التتبيله الحقيقه بوم قوي. فالحقيقه كده في نقطه الطعم برده هنا بازوكا هيكسب باكتساح، فكده بازوكا هياخد 2 وهارت اتاك هياخد 0. تعالى بقى كده نروح للملخص السريع نقول لكم الدنيا فيها ايه. تمام، وبكده تكون النتيجه النهائيه زي ما انتم شايفينها كده عندكم على الشاشه، لان انا الحقيقه نسيت احسب وانا باكل يعني. ملخص بقى تجربتي النهارده كده، لا انا الحقيقه بازوكا عجبني اكتر بكتير قوي من هارت اتاك. انا بالنسبه لي الحقيقه المطعمين دول تاني تجربه ليا ليهم، ما جربتش اتنين الحقيقه قبل كده غير في مره واحده في حلقه المسحب اللي كان منزلها كل واحد فيهم، وكان مسحب هارت اتاك كان عاجبني اكتر بكتير قوي من بتاع بازوكا بغض النظر عن شكله يعني اللي كان غريب، بس انا كنت حاسس ان انا باكل فراخ عن الناجتس اللي كان عاملها بازوكا في المسحب بتاعه، واعتقد كمان ان هارت اتاك شالها من المنيو، بس اعتقد ان هي لسه موجوده عند بازوكا المسحب يعني. لكن كتجربه فرايد تشيكن الحقيقه لا بازوكا عجبني قوي، في سبايسز كده وتوابل الحقيقه طعمها حلو وواضح قوي وطاغي قوي ومميزه يعني، اعتقد ان هي مش سهل ان هي تتعمل يعني، ليه بصمه كده معينه الحقيقه في التوابل، انا عجبتني قوي الحقيقه، ودي تجربتي النهارده معاه كانت حلوه الله اعلم، لان من الواضح الحقيقه كتير قوي من الناس بتشتكي ان الموضوع مش مستمر عندهم سواء هم او هارت اتاك، ان هم على طول حلوين او على طول وحشين، مره انت وحظك، ولكن اعتقد بصمه التوابل دي او التوابل دي عامه لا بتبقى حاجه ثابته اكيد يعني عندهم في المطبخ سواء هنا او هنا، فاللي عجبني اكتر الحقيقه واللي مزجني اكتر كان بتاع بازوكا، كان حلو جدا، واعتقد ان فرق السكور كبير جدا من الاثنين يعني. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اكتبوا لي رايكم في الحلقه في الكومنتات، واكتبوا لي كمان ترشيحاتكم لو عايزين نجرب حاجه كمان، واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.